يا اهلا وسهلا معاكم دكتورة رشا جوهر، وهنتكلم النهاردة كده بسرعة عن ازاي نغسل سناننا بطريقة سليمة وصحيحة. احنا هنبدأ السنان، مثلا نبدأ بالسنان الخلفية ونبدأ بحركة دائرية، ونبدأ بسطح السنان المقابل للخد، وبعد كده هنبدأ نغسل سطح السنان المفروض اللي احنا بنمضغ عليه، ونغسل السنان من ناحية سقف الحلق، وكده نبقى غسلنا السنان من كل الاتجاهات. ولازم تكون الحركة دائرية كده علشان تعمل مساج للثة، بتكون الفرشة في اتجاه اللثة كده بيميل حوالي 45 درجة، يعني الزاوية كده اللي بين الفرشة وبين اللثة بتكون 45. وبعد كده أبدأ أغسل السنان العلوية أو السنان اللي فوق في اتجاه الأسفل أو في الاتجاه الفك السفلي. وبعد كده ببدأ أنظف السنان من الداخل أو من الاتجاه الداخلي. وبعد كده نبدأ بالسنان السفلية أو السنان الفك السفلي، نبدأ برضو نحط الفرشة بميل 45 درجة، ونبدأ بحركة دائرية لأعلى. يعني السنان اللي تحت يا جماعة بنخلي اتجاه حركة الفرشة لأعلى، وبنعمل برضو المساج للثة عن طريق الحركة الدائرية، وبنغسل من ناحية اللسان. يعني ممكن لازم ضروري جدا نغسل السنان المقابلة للسان، ونغسل سطح السنان برضو اللي بنمضغ عليه. وكل مرة بنصحكم يا جماعة ان احنا نبدأ نغسل سناننا من مكان مختلف، لان كل مرة الناس بتبدأ غسيل سنانها مثلا من سنة معينة او مكان معين، ده بيخلينا نركز على جزء ونسيب جزء. لكن لو بدأنا كل مرة من مكان مختلف او من سنة مختلفة، ده بيخلينا نوزع الاهتمام على الأسنان كلها. لكن الأهم من ان احنا نغسل هو ان احنا نغسل صح. بشكركم واشوفكم المرة الجاية على خير. مع السلامة.